يلا. أعزائي متابعي موقع كورة جوان، بنرحب بكم في أول سلسلة لقاءات لنا مع نجومنا اللي لمعوا في الملاعب الكروية سواء في مصر أو في الوطن العربي. وبنبتديها النهاردة مع أول سلسلة لينا ولاعب كتر حواليه كلام في الفترة الأخيرة، هل هيروح الأهلي، هيمضي للزمالك، هل في عقود احتراف خارجية؟ هو ده اللي هنعرفه من نجمنا نجم وسط نادي إنبي الكابتن محمد شعبان. وطبعا برحب بيك يا كابتن. احنا سعداء طبعا انك لبيت الدعوه وجيت. مبروك على الاداء الطيب في الملعب وفي التدريب اللي احنا شفناه من شويه. في البدايه بقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا متشرف بحضرتكم هنا طبعا في القلعه الرياضيه بتاعت انبي، وانا سعيد جدا ان اللقاء هنا كمان مقام على ارض النادي، حاجه جميله وبتشرف بيكم ان شاء الله، يعني من نجاح لنجاح باذن الله، وتكون بدايه موفقه ليكم باذن الله. نورنا يا كابتن. نورنا ربنا يخليك. الاول بقى عايزين نتكلم عن نشاطك الكروي، بدايتك من اول من اللي اكتشفك كل حاجه عن محمد شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار انا طبعا من المحله، طبعا غربيه، محافظه الغربيه. لعبت بدايه في الكوره بتاعتي. طبعا اخويا كان بيلعب كوره فما حصلش نصيب وما كملش يعني، فطبعا هو يعني أبقى لازم يكون حد في العيله لازم يلعب كوره يعني، فبدات في غزل المحله فما حصلش نصيب. بعد كده رحت بلديه المحله، قعدت من 14 سنه لحد 18 سنه في بلديه المحله. طبعا كان بصراحه من اكتر المدربين اللي ساعدتني في الفتره دي مدرب معروف في بلديه المحله اسمه كابتن طارق غيده. حصلت بعض المشاكل في بلديه المحله، اضطريت ان انا اعمل اختبارات في نادي الزمالك، كل ده وانا صغير يعني. فما حصلش نصيب، فقمت راجع على غزل المحله، عملت سنتين كويسين جدا جدا من 18 ل 20 سنه. اخر 6 شهور ليا في غزل المحله عن طريق وكيل لاعب المشهور برضو كابتن تامر النحاس. احترفت سنه في ليبيا، فريق اسمه التحدي الليبي بيلعب في الممتاز يعني. لعبت 6 شهور هناك برضو، كانوا موفقين جدا. بعد كده طبعا 6 شهور خلصوا، اللي هم الاحتراف اتغير صفتك من هاوي لمحترف، فانت خلاص ما بقتش لعيب ناشئ، فانت خلاص بقيت لعيب من اللعيبه الكبار اللي معدوده انك لازم تعمل عقد احتراف. جيت لعبت، طبعا جينا متاخر فالدوري الممتاز كان قفل، فما كانش قدامنا غير الدرجه الثانيه. لعبت سنه كامله في منتخب السويس، الحمد لله برضو كانت سنه مثمره جدا. عملت اسم في مصر في الدرجه الثانيه، واتشافت، كان في اكتر من فرقه حتى اتكلموا عليا. لكن السنه اللي بعديها على طول رحت الفرقه طبعا اقوى، كانت عندها طموح، فريق اتحاد الشرطه. فريق اتحاد الشرطه اللي لعبت معاه سنتين، من اكتر مواسم في حياتي انا استفدت منها كرويا مع كابتن علي عبد العال، وربنا كلل جهودنا طبعا ان احنا صعدنا للدوري الممتاز. لكن طبعا تغيير جهاز فني في الدوري الممتاز، فطبعا الكابتن طلعت يوسف اول سنه للدوري الممتاز في الشرطه فغير كتير، فما حصليش نصيب. الفترة دي كانت من أصعب فترات حياتي طبعا، لأن أنت مصعد فريق دوري ممتاز، وحلمك كمان الحلم هيضيع منك إن أنت عايز تلعب في الدوري الممتاز. لكن سبحان الله في فترة بسيطة جدا لقيت نفسي بلعب في بتروجيت، يعني حاجة بسيطة ليها قصة كده ممكن أحكيها لكم يعني باختصار. يعني إن أنا رحت بتروجيت ولعبت سنتين من بتروجيت. أول سنة ليا منتخب مصر، وعملت بقى بقيت محمد شعبان الحمد لله ربنا كرمه، وجيت هنا إنبي يعني سنتين في دلوقتي دي السنه السادسه ليا في البطوله، 2 بتروجيت و4 إنبي. وطبعا عايز اقول ان هي من اكثر المنظمه اللي بتحترم لعبه كره القدم في مصر بامانه والله، مش عشان احنا قاعدين في النادي ولا علشان انا العقيد النادي، انا بكلمكم بالارقام والحسابات ان الناس دي فعلا بتحترم لعب الكوره وبيعرفوا يساعدوك ان انت تتالق. وبناء على كده انت بتتكلم في 10 سنين إنبي وبتروجيت هم اللي على الساحه مع النادي الاهلي طبعا والانديه الجماهيريه. هنرجع شويه يا كابتن في النشأة، هل كان عندك احلام تانية غير ان انت تكون لعيب كوره ولا الموضوع كده؟ لا بصراحه يعني انا من طلع على انت لعبت. بص، هو انا كنت شاطر جدا في الدراسه بقى، وهم قالوا طب خلاص عايزين انه يطلع في هندسه او طب. طبعا انت عارف انت الناس الطيبه الغلابه دول، ابويا وكده. ابويا قال لي، قعد معايا قال لي لا انا عايزك تسيب الكوره خالص. الكلام ده وانا صغير يعني، تسيب الكوره ولا اما تبقى دكتور لا اما تبقى مهندس، عشان العيله بتاعتنا ما فيهاش دكتور ومهندس، فانت لازم تبقى كده. فقلت له بابا لا انا مش هينفع طبعا، انا عايز ابقى لعيب كوره. فهو كان رافض بشده والموضوع عنده صعب جدا. لكن الحمد لله بعد ما ظهرت القصه ان هي خلاص هتمشي في الكوره يعني، فالحمد لله كانوا هم كلهم سبورت ليا يعني.
اتكلمنا بقى عن الفتره اللي انت لمعت فيها مع فريق بتروجيت، وكيف تاثر لعبك طبعا دلوقتي في كلاعب في بتروجيت غير انبي دلوقتي. القصه بتاعت بتروجيت دي يعني هي كانت من اسعد لحظات حياتي، لان انت ماشي من فرقه درجه ثانيه. اعتقد كنت لعيبه كانت احنا يعني بص، انت بتلعب بتتكلم شيء قابلت الفتره دي كانت بتروجيت هي رقم 1 في مصر بعد النادي الاهلي، وهنقول نادي الزمالك واسماعيلي شويه. حطوا نفسهم في مكانه ان هم مع الفرق الكبيره. الدور الاولاني كله اول، ما بيخسروش كتير تقريبا، هم بس القصه عندهم صعبه جدا مع النادي الاهلي، لكن بيكسبوا زمالك، بيكسبوا اسماعيلي، بيكسبوا كل الانديه، ماشيين كويس، عندهم عناصر كويسه، مصر كلها بتتكلم عليهم. فطبعا لما يكون لاعب لسه ما لعبش دوري ممتاز واول سنه يلعب دوري ممتاز يدخل في وسط اللعيبه دي، القصه طبعا كانت صعبه، وعشان كده انا عانيت في البدايه. لكن طبعا عن طريق توجيهات طبعا كابتن مختار، وكان يعني اوقات كتير جدا بيقعد معايا ان هو انت لازم تغير من اسلوب لعبك ولازم تعمل كذا. فعشان كده بامانه الراجل ده ليه فضل عليا كتير جدا، مش عشان لعبني، عشان هو طور من ادائي، هو اللي خلاني ابقى في وسط المجموعه دي ظاهر وباين واعمل اسم بسرعه. كان عندك احمد شعبان جنبك اسمه منتخب مصر، كان عندك وليد سليمان، سيد حمدي، إيريك بوكوي، احمد فوزي، عمرو حسن، اسامه محمد. يعني من كتر ما الناس دي كانت جامده، من كتر ما الناس دي عملت اسم، التيم كله وكابتن محمد عبد الحكيم طبعا، الناس دي محفوظه. يعني الناس دي تقول لك تيم بتروجيت كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هي في الاول وفي الاخر انت بتتكلم في 6 شهور انا رحت في منتخب مصر وعملت اسم كبير. فطبعا الفضل كله يرجع لربنا ثم كابتن مختار. كان اول انضمام ليك للمنتخب في بتروجيت مع كابتن حسين. اول موسم ليك مع بتروجيت المنتخب سبحان الله كان حاجه كويسه يعني. طيب الثنائي بقى محمد شعبان واحمد شعبان بعد لعب فتره طويله مع بعض ودايما الاداء كان بيكمل بعض، هل تاثر ادائك بعد غياب كابتن احمد شعبان؟ طبعا يعني سؤال مهم جدا بصراحه، وعايز اديله حقه. طبعا كابتن احمد شعبان من احسن لعيبه الكوره في مصر بصراحه، استفدت منه كتير. كان دايما يكلمني يقول لي لا يعني دي الصح دي الغلط، ما تعملش كده، اعمل كده. فطبعا استفدت منه كتير، ولما بعدنا عن بعض اتاثرت شويه على ما رجعت المستوى تاني يعني. لكن انا اول سنه ليا في انبي بعد خروجي من بتروجيت تقريبا برضو عملت موسم من احسن مواسم عمري مع الخواجه اللي هو اسمه مساكم نادينوف. يعني لحد دلوقتي احنا بنتكلم بعض، وعملت سيزون من تقريبا هو احسن سيزون في حياتي. اول سنه لذلك انتقلت لها. يعني كده بقى المفاضلات ايه؟ لان انا عايز اقول لك ان احنا كنا متوقعينكم في حاجه ثانيه انت وكابتن وليد. بص، هو اخر سنه ليا في بتروجيت اللي هي السنه الثانيه حصل تغيير جذري في التيم، اللي هو لعيبه هتمشي وجهاز فني كمان هيمشي. فطبعا انا كنت مرتبط عاطفيا وقلبيا وكرويا كل حاجه بكابتن مختار بصراحه. يعني هو كان عارف انت اب روحي ليك، ان هو بيديك الثقه العب، هو عارف امكانياتك. فالقصه كانت طبعا انا بلعب وانا مرتاح نفسيا. مره واحده لقيت الناس في الزمالك بيكلموني، بس الزمالك كان اقوى واهلي، بس يعني لا تتطرق للمفاوضات غير ان هو عن طريق وكلاء لعيبه وكده شفويه. شفويه. فموضوع الزمالك قلت لهم خلاص، ما الناس دي هتمشي وبعض اللعيبه هتنتقل لانديه ثانيه، انا عايز امشي انا كمان. فبالصدفه احنا بنتمرن هنا في انبي، فطبعا مدير الكره المحترم طبعا كابتن عبد الصالح طبعا اللي شفنا معاه طبعا ايام من اجمل ايام حياتنا طبعا، قال لي انا شايف ان القصه طبعا بالنسبه للوزير مش هيرضى يسيب اي حد الاهلي او زمالك، ولا انت ولا وليد ولا حتى سيد حمدي ولا اي حد. فانا شايف ان اللي جاي بتاع انبي، فانت ايه رايك؟ والانتقال هيبقى سهل انك تنتقل من بتروجيت لانبي بدل اهلي وزمالك. القصه هتبقى صعبه انك تروح اهلي وزمالك، فحاجه من الاثنين، لا اما تفضل في بتروجيت لا اما تيجي انبي. فطبعا استخرت ربنا طبعا في البدايه، واخويا الكبير طبعا هو يعتبر هو الوكيل اعمالي، هو اللي بينظم لي حياتي طبعا، كابتن مجدي. فكلمته وكلمت كابتن مختار، كلمت الناس اللي حواليا، حصل كذا كذا كذا. فالناس كلها اشارت ان المستقبل لانبي واللي جاي بتاع انبي وفرقه كويسه وعايزين يرجعوا تاني. فاتكلت على الله يعني. نقلت الفرقه من بتروجيت وعايز اقول لك ان انا انتقلت في يوم يعني. كانت تقريبا اصلا انا وليد سليمان. انت وليد. كانت المشكله الاكبر كمان كانت مع الكابتن وليد. بس الحمد لله ربنا كرم وربنا اختار الافضل يعني. طيب انبي وبتروجيت، هل خطة اللعب بتختلف بين الاثنين ولا شبهها شوية عشان نفس الوزارة ونفس الطموح؟ لا، هو بص، هي بتختلف القصة من تيم لتيم في كل حاجة، مش لازم انبي وبتروجيت
مش لازم الجيش ومثلا حرس حدود. القصه كلها بتختلف من تغيير جهاز فني فبيتغير الفكر كامل داخل الملعب والطموح. انت مع تغيير المدرب بيتغير طريقه اللعب، مع تغيير المدرب بيتغير الفكر، مع تغيير المدرب بيتغير الطموح بتاع المدرب ايه، فبينطبق على اللعيبه. يعني في لعيب، في مدرب عايز ياخد دوري فبينتقل الطموح وبينتقل السيستم اللعب وبيستقل كل حاجه، انت فاهم. في مدرب جاي لا انا عايز ابقى في مربع ذهبي فبيبقى امكانياته على قد المربع الذهبي كده. الافكار بتختلف طبعا من فرقه لفرقه. ما هي حديث بقى المفاوضات اللي بين الاهلي والزمالك؟ كل شويه نسمع الزمالك، شويه الاهلي، شعبان في الزمالك. اعتقد كده انت اديتنا تصريح بالكلام. بص، هي القصه بتاعت الزمالك هي كانت قريبه شويه يعني بامانه. قصه انا عارف ان انت لاعب صريح جدا، وعشان كده انا بكلمك بصراحه. يعني هي نادي الزمالك من اول سنه ليا في بتروجيت هما بيفاوضوني عن طريق ناس تقيله في النادي وهنخلص. وقصه يعني هي كانت في بتروجيت صعبه شويه عشان الوزير رافض يسيب اي حد. يعني هو رافض اللي يقول لك لا انا هتاخدوا فلوس هديكوا فلوس، عايزين طموح عندنا طموح، سيستم بتاع كوره موجود. هي القصه بس في الاعلام، الهاله الاعلاميه بتاعت الانديه الكبيره، ولا انا مش هسيب حد. فبعد ما طبعا لما انتقلت الانبي القصه زادت اكتر، يعني عن طريق طبعا كابتن حسام وكابتن ابراهيم. كنت قريب وشويه عن طريق كابتن حازم وكابتن وليد بدر، وكان عبد الله جورج، وطبعا مع الحفاظ بالالقاب طبعا. فالناس كلها، بس القصه عند نادي الزمالك دي اللي هم اتخذ القرار بس، يعني حته الخطوه اللي هو اللاست ستيب، يعني الخطوه الاخيره ما بتبقى صعبه شويه. النادي الاهلي انا يعني لا اتطرق لمفاوضات النادي الاهلي مباشر خالص. النادي الاهلي ما كانش في وكلاء الاعلام بيعرضوا عليا النادي الاهلي عايز نص ملعب، ايه رايك؟ طبعا ايه رايي؟ لا عايز اروح النادي الاهلي مفيش مشاكل. طيب النادي الاهلي بيتكلموا عليك كويس وعايزينك، طيب اهلا وسهلا. انما حاجه رسمي لا مفيش. طب شعبان عايز ايه؟ انا بص، انا بعيد عن الدبلوماسيه، انا لاعب بروفيشنال، لاعب محترف. النادي الاهلي عندي نادي كبير، نادي الواحد فعلا حلم كبير ان هو يلعب في النادي الاهلي زيه زي نادي الزمالك. نادي الزمالك برضه وراه هاله اعلاميه كويسه، ووراه عنده بطولات، عنده تاريخ. ممكن يكون الفتره دي مش مظبط، في عقوبات كتير، لكن هو شيء ما بينا، فهو القطب الثاني للكره المصريه في مصر، القطب الثاني مثلا في افريقيا، شئت ام ابيت، فهو نادي كبير. فلما تلعب في نادي بالعكس نادي الزمالك يزودك. النادي الاهلي طبعا يعني شرف الكره المصريه كلها، شرف لاي لاعب ان هو يروح للنادي الاهلي. هو دلوقتي بسمه المصري اساسا هو النادي الاهلي، في اي بطوله تحس ان هو في امل ان انت تاخدها. كده فعلا كده عرفت كابتن الشعب. لا معلش يا كابتن. سؤال شخصي شويه يا كابتن، بس يعني متعلق باللعب. يعني هل حياة الشخصية للاعب استقرارها والاستقرار الأسري والعائلي بيأثر على أداء اللاعب في الملعب ولا؟ طبعا لسه طبعا يعني اللاعب الكورة طبعا كل حياته عبارة عن تركيز داخل الملعب، ويعني حياته بره الملعب بتنعكس عليه جوه الملعب. فطبعا أكيد يعني أكيد 100% كمان، يعني الإنسان المستقر بره الملعب ده بيفرق طبعا بكتير يعني. طب سيبنا بقى من مجال الأندية خالص، بقى نخش على المنتخب. تمام. مرة واحدة شعبان ما كانش يعني في معسكرات المنتخب على طول. بطولة أفريقيا حققتها في 2008 آخر بطولة معاهم. 2010 احنا شعبان كنا 2010. شعبان بقى خلص على المنتخب، ايه السبب؟ انا لما كنت في بتروجيت طبعا كنت بعيش فترة طبعا كرويا ونفسيا كنت مرتاح جدا. من اول يوم الحمد لله دخلت في منتخب مصر مع كابتن حسن شحاتة وكابتن شوقي وكابتن محمد صدقي. المجموعة دي كانت يعني بجد طبعا كلكم شايفين بتتكلم في 7 سنين بطولات. طبعا الواحد كان سعيد جدا جدا اللي هو في وسط الناس دي. عملكة الكرة في مصر الجيل ده طبعا. فضلت اكتر من سنة ونص في المنتخب، تصفيات كاس العالم كلها، ولحد اخر مباراة بتاعت الجزائر، وبعد كده المعسكر بتاع انجولا اللي هو 2010 كنت معاهم. اخر فتره بس اللي هي تصفيات افريقيا الاخيره طبعا بعدت شويه لما جيت انبي، رغم ان انا كنت ماشي كويس، لكن يعني الناس كان لهم وجهه نظر، وانا من نوعيه اللعيبه ان انا بحترم وجهات النظر في كل الاحيان. بص انت مقتنع بيا، انت مش مقتنع بيا، انا معاك انا مش معاك، فانا محترم وجهه نظرك ان انا محترف.
ماليش علاقه ان انا ابقى ناقد رياضي وان انا ابقى مدرب وان انا فقط لعيب كره قدم. فانا معاك بتمنى لك الخير، مش معاك بتمنى لك الخير. ده بالنسبه للقصه الاولانيه بتاعت كابتن حسن شحاته. تغيير جهاز مستر باب برادلي طبعا، الراجل كان مقتنع بيا 100% في البدايه، والدليل على كده انا كنت معاه في معسكر قطر وقعدت اكتر من 15 يوم ولعبت وكنت ماشي كويس. معرفش بقى ايه اللي حصل. يعني هو الراجل راح لحاله طبعا، يعني ممكن مفيش حد يرد عليه لو انا جرحت فيه، لكن انا ما بجرحش فيه. الراجل ده كان عنده فكر، والراجل ده انا مقتنع بيه ان هو مدرب كويس، لكن يعني هو كان بيسرع ضد التيار، كان في ظروف صعبه طبعا. بتمنى له التوفيق، ودي في الاول وفي الاخر نصيب. انا كنت ماشي كويس، انت بقى خدتني او ما خدتنيش دي حاجه ترجع لك انت كمدير فني. يعني انا ما اقدرش انا اللي اتسال فيها، هو اللي يقدر يتسال فيه. ما كانش في مشكله بينك وبينه؟ مفيش اي حاجه. والدليل على كده اللي انا اول معسكر ليه كان برازيل، ما لحقش ياخد يعني ما اتفرجش اساسا علينا. تاني معسكر على طول مع الراجل انا كنت موجود 15 يوم في قطر، عملنا ماتشات وديه، كنت ماشي كويس. بعد كده لقيت نفسي يعني بره المنتخب. ايه الاسباب؟ انا اساسا ما اتكلمتش فيها، حتى لما اتسالت بعد كده قلت لهم ده وجهه نظره، والراجل احنا لازم نكون سبورت ليه، دعم ليه عشان يوصل كاس عالم بغض النظر مين موجود او مش موجود. طب في رايك يا كابتن ايه اللي حصل ده الفتره دي خلى النتائج الاخيره للمنتخب قلت شويه؟ بص حضرتك، هو النتائج بتاعت المنتخب ما قلتش غير في اخر مباراه. يعني انت بتتكلمي طول التصفيات هو بيكسب بره وجوه بيتعادل، بيكسب بره وجوه بيتعادل، كان ماشي كويس جدا جدا. بتتكلمي بقى على اخر مباراه اللي هو المباراه الفاصله، اللي هي المباراه الحاسمه، ان انت بتتكلم يعني ده المباراه الوحيده الاحتكاك القوي لمنتخب مصر. الهزيمه ليها عوامل كتير بعيد عن اللعيبه وبعيد عن الجهاز وبعيد عن الاداره، حاجات كتير. يعني لما بننجح او واحد بيجيب جول ما بيقولوش محمد شعبان هو اللي كسب، بيقولوا فريق انبي كسب. ليه؟ لان انت دي لعبه جماعيه، بنتكلم فوتبول تيم، فريق. فلما جينا لمنتخب مصر ممكن يكون في تقصير من بعض الناس كلاعيبه، في تقصير ما كانوش موفقين، اختيارات بعض اللعيبه برضو في بعض المراكز في المباراه النهائيه بالذات اللي هي مباراه الغانا. لكن في حاجه الناس مش واخده بالها منها، احنا ما بنلعبش دوري بقالنا سنتين. لما تيجي تاخد النادي الاهلي ياخد بطوله افريقيا، يقول لك احنا ما بنلعبش دوري بياخد بطوله افريقيا. القصه مش قصه ان انت تاخد بطوله افريقيا من فريق ضعيف او من فريق احتكاكه برضو انت خبره عنه، لكن لما بتيجي انت تظهر امتى انك انت فعلا مش واقف على رجلك، او انت قصه النشاط موقوف عندك يبان لما يجي النادي الاهلي يلاعب فرقه من الصين. ايه اللي خلى النادي الاهلي كده؟ اللي خلى النادي الاهلي اللي هو ظهر في اول احتكاك قوي ان القصه مش قصه فتوانه، مش قصه ان انا ما بلعبش دوري بس باخد، لا، قصه ان ايقاف النشاط صعب جدا، البعد عن ممارسه اللعبه صعب جدا. النادي الاهلي حتى هو بيلعب في افريقيا بيلعب كل 15 يوم ماتش، ولما بيجي يستعد الماتش مهم بيستعد الماتش ودي ممكن يجيب فرقه ضعيفه، يعني مع احترامي للجميع. فطبعا انا بقول لك الله يكون في عونهم بتوع المنتخب. اللعيبه دي هي فرحتنا برضه قبل كده، مش عايزين نذبحهم، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن بقى. لازم نروح روسيا ان شاء الله 2018 ان شاء الله. يعني انت مع الاراء اللي قالت انه لازم يبقى في مدرب وطني عشان هو اللي هيقدر يتحمل مسؤوليه المنتخب اكتر؟ هو مدرب وطني، يعني انا بتمنى التوفيق طبعا لكابتن شوقي، هو مش بعيد عن المنتخب، وانا سعيد جدا جدا باختيار كابتن شوقي بالذات. يعني كابتن شوقي يعني اللي اختاره، يعني انا متاكد مليون المية ان هو فعلا بيحب المنتخب وعايز المنتخب هنا. يعني كابتن شوقي اولا كان هو الدراع اليمين بتاع كابتن حسن شحاته، راجل بقاله 7 سنين عارف اللاعب المصري جوه المطبخ الرياضي، شاف بطولاتهم، شاف هزايمهم، شاف اللاعب المصري محتاج ايه مش محتاج ايه. قصه برضو لما تجيب مدرب اجنبي، يعني حتى التفاهم بينه وبين اللاعب المصري ما بيبقاش سهل، ما بيبقاش سهل. مش قصه لغه كمان، قصه الفكر نفسه. لان احنا يعني الناس اللي بره ما حدش يزعل مني، الناس دي سبقانه في الفكر، يعني سبقانه حتى كمان في افكارهم، حتى في طرق اللعب مختلفه. حتى احنا لما بنيجي ننفذ نفس الطريقه اللي بيلعب بيها فريق بره، نيجي ننفذها هنا ما بتعملهاش بنفس التاكتكس، ما بتعملهاش بنفس السيستم، في اختلاف. فالمدرب الوطني طبعا اختيار 100% صح، خاصه كابتن شوقي، وانا بتمنى له التوفيق المره الثانيه، وبقول له يعني ان شاء الله ربنا يوفقك واختياراتك تكون
يعني على قد المسؤوليه، وان شاء الله ترجع بالمصر بطوله ثانيه باذن الله. نتمنى وجودك يا كابتن ان يا شاء رب الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء مين الله. بقى كابتن محمد افضل اللاعبين اللي هم ايه تحس ان انت في مركزك محليا وعالميا؟ مش محليا يعني. محليا طبعا في يعني مش عارف يعني من كتر اللعيبه الكويسه خاصه في نص الملعب، لان نص الملعب كل فرقه في مصر بالذات او في العالم يعني، لان هو ده قلب الملعب، بيبقى فيه 2 أو 3 أو 4 أو 5 حتى لعيبه نص الملعب بيعتمد عليهم مدرب، بيعتمد على 2 3 وفي 2 مثلا احتياطي. فانت لو جيت تشوف اللي على الساحه دلوقتي كابتن حسني عبد ربه طبعا من اللعيبه اللي عملت طفره في نص الملعب، من اللعيبه اللي هي غيرت فكر المدربين عن اللعيب الديفندر اللي هو نص الملعب، ان هو بيزيد بيشوط. بيعجبني جدا نور السيد في الزمالك، حسام عاشور في النادي الاهلي طبعا يعني الله يكون في عونه، طالع عينه بقاله 14 سنه بيدافع، مش واخد حقه طبعا اعلاميا ومش واخد حقه في حاجات كتير، لكن ربنا بيكرمه طبعا في النادي الاهلي بالبطولات وبيلعب اساسي في النادي الاهلي في نادي كبير برضه. مين تاني؟ كابتن حسام غالي طبعا. كابتن حسام غالي انت بتقول محليا. انا كابتن حسام كلاعب مصري. كابتن حسام غالي طبعا على التوب بتاعهم طبعا. كابتن حسام غالي ليه طبعا واقع معايا كده مش هنساها ابدا. كنا بنلعب مره مالي في ماتش ودي في استاد القاهره، وفي كوره غلطت فيها كده، فقام جايبني قال لي لا ما تخافش والعب ووقف على رجلك، ولما الكوره تضيع منك ما تخافش انت لعيب كبير. فمن يوميها طبعا هو ليه معزه خاصه كده جوايا يعني، وبتعلم منه طبعا كابتن حسام غالي. عالميا بقى طبعا في الساحر الغريب اللي انا يعني بضعف قدامه جزافي طبعا، وفي جابي طبعا اللي هو برشلونه، جزافي ريال مدريد وجابي برشلونه، وفي يايا توريف في مانشستر سيتي. الثلاثه دول هتعلم منهم سنه. ايه الدوريات اللي حضرتك متابعها دلوقتي؟ شايفها افضل دوري؟ انجليزي واسباني، بس الانجليزي انا التوب يعني. وشعبان يتمنى اللعبه فين؟ دوري الناس مع شعبان. هو يعني بلاش التمني طبعا، احنا هنقول لعبي انا او امكانياتي ممكن تمشي فين يعني بلاش دوري انجليزي خالص، لان الناس دي سابقانا ب 100 سنه ضوئيه طبعا. الناس دي بسم الله ما شاء الله احتكاك بدني قوي، ولازم تكون انت على قدر المسؤوليه فعلا. الواحد ما جربش ان هو يطلع بره، لكن فعلا القصه صعبه. لكن في بقى دوريات قويه وكويسه بتلعب كوره، في الدوري الايطالي في الدوري الاسباني كويسه جدا بتوع لعيبه كوره يعني. ايه رايك يا كابتن في التالق اللي وصل له الكابتن محمد صلاح؟ يعني في سويسرا عموما بقى في 4 لعيبه دلوقتي متالقين والاضواء حواليهم. يعني دي تجربه مصريه الى حد ما فريده في الاوقات اللي احنا فيها. طبعا في البدايه بشكر طبعا نادي المقاولين جدا 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 ان هو ما وقفش قدام محمد صلاح وهو صغير. في انديه كتير جدا او في لاعيبه كتير جدا لها انديه هم صغيرين، لكن النادي بتاعهم مصر متمسك بيه ولا انا مش همشيه. طبعا ده فكر ضيق جدا وفكر ضعيف يعني. انا حتى بحيي كمان فرقه انبي، عندنا صالح الجمعه ان شاء الله مسافر كمان اسبوع او 15 يوم بالكتير، فريق ماديرا في البرتغال. ده الصح اللي عملوه، ده الصح. خد فرصه اللاعب المصري، خد فرصه وهو صغير مع شويه التزام. محمد صلاح وصل يعني اللي خلى العالم كله يتكلم على اللاعب المصري وهو لسه صغير. راح وهو صغير ان شاء الله لو حافظ على نفسه اكتر ان شاء الله هيلعب في فرقه من الفرق التوب في اوروبا باذن الله. في حضرتك عرض الاحتراف دلوقتي يا كابتن؟ انا في عرض في سيسكا صوفيا في بلغاريا، هو رقم 1 هناك في بلغاريا، وهيلعب دوري ابطال اوروبا ان شاء الله السنه الجايه. والناس بيتكلموا بس هي القصه بس في المقابل المادي شويه، عن طريق طبعا المدرب اللي كان ماسكنا اللي هو سايكو ميلادينوف. بشكره طبعا ان هو لسه فاكرني وان هو مقتنع بامكانياتي، وهو كان مصر ان هو ياخدني اوروبا يعني. النادي ده نادي كويس، نادي محترم، بيلعب دايما في اوروبا، لا اما اليوفا كاب لا اما الشامبيونز ليج يعني. وان شاء الله المفاوضات شغاله باذن الله يكون في خير يعني. اوكي كابتن شعبان، هل هناك علاقه شخصيه بينك وبين اي لعيبه تاني خارج انبي؟ طبعا بس بيننا الوصل الكروي طبعا يعني تقريبا كله زي اي مهنه يعني، خاصه احنا بنتقابل كل اسبوع في مباريات وديه ومباريات رسميه، فالعلاقه طيبه طبعا مع كل اللعيبه. ابرز اللعيبه طبعا سيد حمدي صديق العمر طبعا، خارجين انا مع بعض وطالعين مع بعض.
بتمنى له التوفيق طبعا في النادي الاهلي. في طبعا كابتن وليد سليمان برضه من الشخصيات اللي انا بحبها جدا. وليد لذيذ يعني يتحب. هنا في انبي طبعا في كابتن عمرو الحلواني انا بحبه جدا، من ابرز الشخصيات برضه. في كابتن محمد عبد المنصف اخ اكبر واستفاد منه طبعا، استفاد من خبرته. كل اللعيبه طبعا في الجونه. سعد حسني طبعا صاحبي. لو جيت تدور كده في كل لاعب هتلاقي كل لعيب يعني، لكن من ابرز الناس هو سيد حمدي وليد سليمان. خارج الوسط الرياضي. لا خارج الوسط الرياضي بقى مصر كلها اصحابي. لا صعب من ايام الطفوله كده. بص هو انا اتولدت في المحله وجيت عشت في مصر، فالقصه عندي اصحاب الطفوله او ما احتكتش بحد جامد قوي هناك طبعا، يعني كلاس ميتس كده اللي هو اصحاب دراسه يعني. لكن لما جيت هنا في اكتر من شخصيه طبعا. في احمد مهدي انتيمي طبعا اللي هو صاحب قناه بانوراما، شخصيه لطيفه جدا. في شادي الغيطاني مطرب صاعد كده لسه موجود، احنا بنزق دلوقتي ان شاء الله هيبقى نجم مصر. في طبعا في كتير قوي، في صحفيين اصحابي كده يعني. ابرز المواقف اللي تعرضت لها بعد الشغل؟ هي القصه في البدايه القصه كان في لبس كده بيني وبين احمد شعبان يعني. فمره كنت خارج انا وسيد حمدي، كنا في اسكندريه في الصيف يعني، لسه بقى قبل الجواز وكده. فانا وسيد حمدي ماشيين على البحر، ففي جمهور الاتحاد كنا لسه كاسبين الاتحاد اخر ماتش او قبل الاخير في الدوري يعني، كنا كاسبين 1-0 وتقريبا سيد حمدي هو اللي جاب الجون. فجمهور الاتحاد معدي قال لك في واحد بقى طبعا يعني قال لك متعصب جدا، بس هو دمه خفيف قوي يعني. قال لك بس يا عم خد، هم عاملين يكسبونا وياخدوا فلوس وجايين يتفسحوا عندنا. الاستاذ سيد حمدي ابو المغين وعمك احمد شعبان اللي بيشوط من بيتنا ورجليه مش عارف ايه، وهم الاثنين شكلهم وحش يا رب مش عارف يا رب سمك ياكلهم حاجه زي كده يعني. فدي كان من المواقف برضه اللي اتعرفنا عليه. وبعد كده هل ده اصلا شهرتك الكرويه على حريتك في الشارع كده مش عارف تاخد؟ بص هو يعني الشعب المصري برضه شعب لطيف وجميل يعني، حتى في عز ما هو متنرفز ممكن يسامحك ممكن. وبعدين المنافسه شريفه، انت بتتكلم في كوره يعني، قصه ما تتطرقش طبعا اللي هو الشد العصبي ان الناس تزعل منك. غير تقريبا موقف واحد في حياتي بس، ان هو بتاع نادي الزمالك. تقريبا كنت ساكن عند نادي المقاولين وبنلعب في نادي المقاولين وانا وسيد حمدي بس بنعدي الشارع يعني الجمهور متعصب. اعذرهم طبعا 40,000 متفرج يعني عشان يحتفلوا فيخسروا 2-1 وليد سليمان جاب جون وسيد حمدي جاب جون، فكنا في بتروجيت في رمضان. فلما خرجنا طبعا الناس اتعصبت تجري ورانا شويه طوب وازاز وقصه، الحمد لله ما كبرتش. لكن كعموم انا لعبت في بتروجيت ولعبت في انبي. الفرقتين مش فرق يعني، مش فرق شعبيه، مش فرق بتاعت جمهور قوي ان القصه تبقى صعبه انك تمشي في الشارع وتلاقي مضايقات يعني. لكن الحمد لله الواحد بيعرف يتعامل وبيعرف يخرج وبيحب الناس وكده. غالية تمثل ايه لمحمد شعبان؟ غالية بنتي طبعا. طبعا في البدايه بشكر ساره طبعا مراتي ان هي جابت لي غاليه طبعا. بقول لهم ربنا يخليكم ليا. وكان وشها حلو جدا اول ما اتولدت، خدنا كاس مصر. كان وشها حلو جدا جدا عليا طبعا. كان خدنا كاس مصر من فم الاسد زي ما بيقولوا، 80,000 متفرج في استاد القاهره. بتمثل كل حياتي تقريبا هي ومراتي واهلي، وخاصه اخويا الكبير طبعا بشكرهم. كويس انك فتحت الموضوع ده، عشان شكر خاص طبعا لاهلي كلهم، محل اهلي وابويا وامي واخواتي البنات واخويا الكبير. خاصه اخويا الكبير تعب معايا جدا جدا جدا. بتمنى له التوفيق في حياته، وهو لحد دلوقتي سبورت مي يعني، دافع كبير جدا جدا في حياتي. هو كل حاجه في حياتي تقريبا، وبتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. اكون طبعا عند حسن ظنهم ان شاء الله. الرساله اللي وجهها محمد شعبان للساحره بتريكا؟ بتريكا طبعا يعني فخر لكل واحد بصراحه يعني. بتريكا بقول له ربنا يوفقك في حياتك بره الكوره زي ما وفقك في حياتك فعلا في الكوره. انسان ملتزم جدا 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 على المستوى الشخصي، دسم الخلق يعني، تحب تقعد معاه. بتريكا ما تشبعش منه خالص. انا كنت محظوظ في يوم من الايام اللي انا لعبت مع بتريكا في الملعب ضده بقى او معاه في المنتخب، ففعلا كنت محظوظ في الفتره دي. بقول له ربنا يوفقك، ومش عايزينك تبعد عن الاضواء يعني، عايزين نشوفك كتير حتى لو هتبقى في اداره نادي الاهلي حسب ما تختار، لكن عايزين نشوفك. هو
يعني ابو تريكه من نوعيه الناس اللي ما بيحبش الاعلام قوي، يعني انا زعلان من اعتزاله عشان ممكن مش فلوس تاني بس. فبقول له ربنا يوفقك، وانت كنت فخر لينا كلنا وكنت قدوه لاي حد عايز يكون فعلا في المهنه دي بامانه. يعني القدوه لينا كلنا في المهنه بتاعت الكوره، لان هي القصه مش قصه كوره بس، هي جزء لا يتجزا من المجتمع. مش مجرد ان انت لعيب كوره ممكن تنسى نفسك، تكون اخلاقك مش كويسه، بالعكس احنا بنلعب رياضه. فهو كان سمت من السمات الاسلاميه، لان احنا برضو راجل انت باخلاقك تقدر تنشر حاجات كتير وانت في الملعب. هو كان كده يعني، فربنا يكرمه ان شاء الله. ربنا يبعث لنا واحد زي محمد ابو تريكه قريب باذن الله. بالنسبه لكابتن لمكان ابو تريكه اللي هيفضل في اوكي عيد تاني. بالنسبه لكابتن المكان اللي هيسيبه ابو تريكه في الملعب سواء في الاهلي او في المنتخب، تتوقع مين ممكن يكون البديل الافضل ليه؟ والله بص، عشان بس برضه اكون محايد، هي قصه واحد يكون بديل واحد هي في الكوره موجوده، لكن اللي هو هيبقى كومبليتلي مش هتلاقي شخصيه 100%، يعني مش هتلاقي حد زي ابو تريكه، لان طبعا يعني مفيش حد زي حد طبعا، ده رقم واحد في اي حاجه. لكن احنا يعني في طبعا اكتر من لاعب. لو هنتكلم عن الكوره، لو استغلوا وليد سليمان في الحته دي بعيد عن الطرف اللي هي قلب الملعب بتاعت ابو تريكه، لان ابو تريكه مش من نوعيه اللعيبه اللي بتتطرف، انا بتكلم كرويا دلوقتي. هم طبعا ادرى مني، لكن انا برد على السؤال. يعني هم لو استغلوا وليد سليمان في الحته دي اللي هي قلب الملعب قدام الاثنين الديفندر، ان هو يوصل الفوروردز يعني، فدي هتبقى كويسه جدا. عندهم عبد الله طبعا بيلعب كويس قوي، لكن ابو تريكه عنده سمات تانية في الكوره مش هتلاقيها عند حد. سمت الهدوء، يعني ابو تريكه هادي جدا، واثق من نفسه قوي، واثق من امكانياته قوي، لدرجه ان هو يعني الثبات الانفعالي بتاعه ان هو ما بيشوفش حد قدامه غير الكوره، واللاعب الخصم ملوش دعوه بحاجه. فدي بعيد شويه عن اللاعب المصري، لكن هو اقرب اثنين ليه ابو تريكه. الاقرب اثنين لابو تريكه عبد الله ووليد سليمان في الاهلي. لو بره الاهلي ممكن ايمن حفني. تنبأنا ان هو لو راح اهلي او زمالك هيكون حد تاني خالص غير ايمن حفني بتاع الجيش او بتاع المقصه، ان هو عنده الامكانيات اللي تأهله كده. طيب مع الرأي اللي بيقول لاعب الوسط يطلع لقدام ويهدف ولا يستلم ويسلم؟ بس هو في نوعين من المدربين. في نوع من المدربين يقول لك لاعب نص الملعب عندي يدافع بس، وانا عندي ناس تانية تعمل الشغل الهجومي، مجرد ان هو يكمل بس شكليا يبقى تحت الكوره. في مدرب تاني يقول لك لا، انا عندي نص الملعب، لو انا بلعب باثنين، واحد يدافع والتاني يهاجم، واحنا في حاله معانا الكوره لازم يدخل ولازم يكون يلعب دور البلاي ميكر اللي هو يصنع ويهدف. وده كان كابتن مختار. يعني كابتن مختار كان عنده الاسلوب بتاع السيستم ده، اسلوب اللعب ده اللي هو انا ما فيش حاجه اسمها عند الفندر ما يكملش، لا ادخل ال 18 وهات اجوان. والدليل على كده ان انا في بتروش كنت بجيب اجوان. كابتن احمد شعبان كان بيجيب اجوان كتير، محمد كوفي كان بيجيب اجوان كتير، كمال علي. بكلمك على 3 خط وسط مدافع، هي خط وسط مهاجم. وفي مدربين تاني يقول لك لا، انا عندي ناس بتهاجم، انت اقف، انت ديفندر دافع اقطع وسلم. فبتختلف من مدرب بتفضل الأمن؟ لا، انا بفضل المدرب. يعني انا شايف ان مفيش حاجه هاف بلاير، يعني مفيش حد نص لاعب. انت لا اما لاعب كامل، لا اما هتقل كتير او سعرك هيقل. او في السوق عموما، السوق الكروي، انا لما باجي ادور على لاعب بيبقى لازم يكتمل عنده الصفتين، اللي هو انت بتدافع كويس وبتهاجم كويس. يعني انت شايف الكوره دلوقتي في العالم كله بيبقى فيه دفاع بدني، بيبقى فيه يعني تاكتكس باحسن لعيبه في العالم دلوقتي بتنزل نص الملعب بتاعها وبتدافع. كريستيانو وميسي بيدافعوا، ممكن مش اللي هو 100%، لكن بيدافع، بيعمل الدور اللي عارفه. فانا بفضل ان اللعيب خاصه نص الملعب، لان نص الملعب لو جينا نتكلم في طرق اللعب، لو هو جاي من تحت واخد تعليمات ان هو يجي من تحت الناس، ممكن يكسر الدنيا، يعني ممكن يهدف اكتر من الفراوده، لان هو مش متشاف مش متراقب. فلما بس بتفرق بقى، يعني انا كلاعب بنفذ تعليمات المدرب، فالمدرب لما يقول لي زيد دي بتبقى بتريحني انا شخصيا، لان انا اسلوب لعبي كمان ان انا بحب الهجوم اكتر. يعني كان ليك اهداف كتير يا كابتن، ايه اكتر هدف بتحس ان هو يعني ده احلى جون بالنسبه لي في حياتي؟ احلى جون هو بتاع النادي الاهلي طبعا، يعني بيبقى لي
بيبقى انا ليه كنت طبعا عايزه الاجابه. يعني هو بحكم طبعا ان انت بتهدف فرقه كبيره طبعا زي الاهلي. انا جبت جونين في الاهلي، الاثنين دول كانوا كويسين بصراحه، خاصه الجون اللي هو يمكن بتاع كاس السوبر كان اجمل شويه عشان فاول ضربه حره. كنت انا مميز بقى الفتره اللي فاتت دي في الفاولات، فالحمد لله ربنا كرم وجبت جون منها يعني. بس كنت مراهن كمان قبل الماتش ان انا اجيب جون في شريف اكرام والحمد لله فالجون ده يعني هو دايما الهدف في الاهلي او في الزمالك او في الاهلي عموما يعني بيفرق، بيبقى اللاعب حاسس ان هو قوي. بس هو احنا كده خلصنا، لا هنقفل. في حاجه بقى، لسه في حاجه بقى كابتن شعبان رساله يوجهها ما تيجي للشعب المصري. طب ممكن السؤال يبقى بعد فترة التوقف الكروي انت هتخش معايا ولا تطلع؟ لا هو يبقى لوحده، الرساله تبقى الرساله لوحده في الكادر. تعالى انت كده. هندي سؤال وبعد كده سيبه لوحده. اوكي، حد يدي السؤال بقى. ممكن تيجي هنا طيب، ممكن تيجي هنا. الشعب المصري في العين. بمناسبة بداية الدوري، لا الاول تعالوا على طول مش مشكله. اوكي، رساله توجهها كابتن شعبان للشعب المصري في ظل الظروف اللي احنا بنمر بها في بلدنا. بقول طبعا ان شاء الله احنا قدها وهنعدي طبعا المحنه دي. عشنا طبعا 3 سنين تقريبا من اسوأ 3 سنين في حياتنا من 2010 ل 2013، خاصه السنه اللي احنا فيها دي القصه كانت صعبه جدا على الناس. الشعب المصري شعب طيب، يعني انا من وجهه نظري ان هو ما يستاهلش اللي هو فيه ده. يعني بوجه رساله لاي حد صانع قرار في البلد اللي هو يكون رحيم بالناس شويه، عشان القصه بقت صعبه. في بعض المجالات واقفه، يعني بدأنا كل ما الأمور بتمشي شوية بيحصل حاجة، لكن بقول إن شاء الله إحنا قدها وبإذن الله المحنة دي هتعدي. وأنا من وجهة نظري طبعا إن شاء الله اللي جاي يكون أفضل، لأن إحنا بنستنشر كل الخير بالبلد دي. يعني أنا شايف، أنا لفيت العالم ولفيت بلاد كتير، أنا شايف البلد دي من أكتر البلاد اللي تقدر تعيش فيها وتقدر تعيش فيها مرتاح وتقدر تعيش فيها كويس. لكن طبعا كان في اخطاء كتير قوي الفترات اللي فاتت دي، ان شاء الله تتلاشى طبعا في اللي جاي، وباذن الله ننعم بالاستقرار بقى شويه عشان الواحد تعب يعني. اتمنى ايه في السنه الجديده؟ هي دي الامنيه اللي انا اتمناها طبعا. الشخصيه الشعبيه، امنيه شخصيه ربنا يحقق لي طبعا اللي في بالي ان شاء الله. ان شاء الله كده يعني العرض بتاع الاحتراف ده يمشي يبقى كويس، او ان شاء الله عرض ثاني كده مش ان شاء الله باذن الله. ده المستوى الشخصي، لا اما عرض الاحتراف يمشي، لا اما ان شاء الله منتظر حاجه كويسه ان شاء الله. ده العرض كويس والله لحد دلوقتي ما اعرف والله، بس يعني اتمنى ان شاء الله ربنا يكرم واسافر بره مصر ان شاء الله. ولو مش في بره، لو مش في بره ان شاء الله اقعد في ام بي لا اما اروح اي فرقه كويس ان شاء الله. لو في والله حاجه رسمي، بص انا من نوعيه اللعيبه اللي ما بحبش اتكلم على حاجه مش في ايدي يعني. فالحاجه اللي في ايدي ان هو العرض بتاع سيسكا صوفيا ده، فعشان كده بقول لك عليه. اي حاجه تانية ما بحبش اعمل بقى فبركه اعلاميه وجاي للنادي الاهلي وجاي لنادي الزمالك. لو في حاجه رسمي 100% هتلاقيني انا اللي طالع بتكلم يعني. الامنيه العامه طبعا بتمنى لمصر زي ما قلت لك انها تستقر والامور تعدي على خير، نزيف الدم يقف شويه، وان شاء الله اللي جاي باذن الله يكون كويس. وكلنا نتكاتف بقى عشان نعدي المرحله ان شاء الله. شكرا لك. ميرسي جدا، ميرسي لكم.